انا اتوقع معاكم النهارده اهم مباريات الجوله القادمه في جميع الدوريات. هنبدا بالدوري السعودي وفي قمه ما بين النصر والاتحاد. الاثنين بيتعادلوا في النقاط، في الدوري 9 نقاط. انا هتوقع فوز الاتحاد بنتيجه 2-1. وانا اتوقع فوز النصر 2-0. 2-0. هنخش على الماتش اللي بعد كده، ماتش اتلتيكو مدريد وريال مدريد. ريال مدريد ما خسرش في الدوري خالص السنه دي، بدايه ممتازه جدا بعكس اتلتيكو مدريد اللي بدايه متعثره في الدوري الاسباني. فانا هتوقع فوز ريال مدريد. اي نعم الماتش هيكون على ملعب اتلتيكو مدريد، بس انا اتوقع فوز ريال مدريد 2-1. وانا اتوقع فوز ريال مدريد 3-0. انا اتوقع ماتش الاهلي والزمالك. الزمالك بادئ بدايه كويسه جدا، والاهلي مش احسن حاجه، واتوقع ان شاء الله بفوز الزمالك 2-0. انا هتوقع فوز الاهلي عشان الديربي ده ملوش مقاييس مين حلو ومين وحش، فاتوقع فوز الاهلي 2-1. هنخش على الماتش اللي بعد كده، ماتش باريس سان جيرمان وبرشلونة على ملعب المينجويك. باريس سان جيرمان حاصل على لقب دوري ابطال اوروبا السيزون اللي فات. برشلونة اللي بدايته كانت في الدوري مش احسن حاجة، فدلوقتي رجع للطريق اللي برشلونة متعودين عليه، طريقة لعب برشلونة واسلوب فليك. فانا اتوقع فوز برشلونة 3-1. وانا اتوقع فوز برشلونه 2-0. وانتوا كمان شاركونا توقعكم في الكومنتات.